كولر يعيد 4 لاعبين لتشكيل الأهلي أمام صن داونز أبرزهم علي معلول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجهز السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي القوى الضاربة من أجل التجهيز لمواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقي التي سوف تقام السبت القادم في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا على استاد الأهلي والسلام. كولر يعيد الرباعي المستبعد أمام أسوان. وقال مصدر من داخل الأهلي في تصريحات خاصة إن كولر يجهز الرباعي التونسي علي معلول وحمدي فتحي ومحمد هاني إضافة إلى عمرو السولية لاعب خط الوسط حال تعافيه من الإصابة التي ضربته في الفترة الماضية في عضلة السمانة. ويعاني عمرو السولية من إصابة بشد في العضلة السمانة خلال مباراة ريال مدريد يوم 8 فبراير الماضي، وخضع لبرنامج تأهيل للتخلص من الإصابة. وأكد المصدر أن المدير الفني للأهلي سيعود التونسي علي معلول لتشكيل الأهلي أمام صن داونز بسبب قوة الفريق الجنوب أفريقي الذي يتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط بعد أول جولتين. أوضح المصدر أن كولر أيضا سيعيد الثنائي حمدي فتحي ومحمد هاني للتشكيل الأساسي، فيما سيتحدد موقف عمرو السولية بناء على حالته الطبية ومدى جاهزيته الفنية.